ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بفيديو جديد. عامله لكم المأكولات البحريه وحبه رز صياديه وحبه سلطه خضراء. يلا بينا نشوف الطريقه. بسم الله. هنا معايا سمك بلطي وسمك مكرونه، طبعا غسلاهم ونقعهم بميه وليمون عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. وهنا معايا صبيت برضو منضفاه وغسلاه وحطيت يتصفى، حتى دماغها العيون فقعات. وزي ما انتوا شايفين كده نضيف وقشطة وابيض. وهنا معايا جمبري مقشراه برضو غسلاه ومخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين. هنروح نعمل حبة الرز الصيادية، وهقولك على طريقة بتخليلك الرز لونه مكرمل وجميل. هنا معايا بصلتين كبار مقطعاهم حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين، ونازلة عليه بالزيت، وافضل اقلب فيه لغاية ما لونه يوصل للون البني، اللي هو اللون ده، اللي هو اللون البني يعني مش محروق، لا، قبل الحرقان كده بشوية. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده اللون اللي انا عايزاه. نزلت عليه بالميه، معيار الميه، وحطيت حبه من الملح وحبه من الكمون، وقلبت كله مع بعض. وهنا معايا حته من هريسه الشطه، عباره عن فلفل احمر وفلفل بابريكا، احمر حامي وبابريكا، وبضربهم في الكبه كويس وبشيلهم في الفريزر. وهنا بعد ما الميه بتاعتنا بتاعت البصل غليت، ادي 3 دقايق نزلت عليها بالرز. لازم الميه تغلي قبل ما نحط الرز عشان البصل ما يكونش ني لما نيجي ناكل الرز. وحطيت الرز وهقلب. ودوقي، لو عايز ملح تاني زودي، لو مش عايز ملح والملح مظبوط ما تحطيش. وهنا بعد ما الرز بتاعنا اتشرب، نقلته على عين صغيرة، وهروح احيق السمك. علقت على الزيت علشان الزيت يسخن عقبال ما اخلص تحقيق السمك. وهنا اهو بعد ما حققت السمك، طبعا يا جماعة تتبيلة السمك بتبقى عبارة عن توم وفلفل احمر وليمون وحبة كمون وحبة ملح، والدنيا بتبقى جميلة. اهو زي ما انتوا شايفين كده، خلص عملت البولتي وحطيته في المصفى. وهروح اعمل المكرونة اهو زي ما انتوا شايفين كده. المكرونة طبعا مش هناخد واحدة واحدة نحط فيها، لا، حطينا حبة الدقة وحبة الملح وعصرنا الليمونة كده من على الوش، وهنبتدي ان احنا ننطقها في قلب بعض نقلبها. ولو وصلت هنا يا حبيبة قلبي، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد وغيرك يستفيد. اهو زي ما انت شايفة كده يا حبايب قلبي. هنقل الاول المكرونة، وهنقل وبعد كده هنقل السمك علشان المكرونة بتسود بعد ما بنقل البولت. اهو هنخلص بقى الكمية بتاعة المكرونة وهرجع لكم. انتوا ما تروحوش بعيد، استنوني. وهنا هو بعد ما خلصت كمية المكرونة وعملت البولت في الدقيق ونزلته برضو في الزيت. خلص برضو يا جماعة الكمية بتاعة البولت علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، وهرجع لكم تاني. وهنا بعد ما قليت السمك نزلته بالصبيط. عايزه اقول لكم يا جماعه، الصبيط لازم يتنضف كويس عشان بيبقى فيه ماده زرقاء بتبقى عامله زي الحبر، فلازم ننضفها كويس. وهنا يا جماعه بعد ما خلصت الاكل بتاعنا وقليت الجمبري وخلصت قليه عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، عايزه اقول لكم الاكل كان تحفه وريحته وطعمه جنان. بتمنى لو عجبكم الفيديو يعني تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. يلا حبايب قلبي، ربنا يحسن